ومن اليوم نسالك الطريقه التقليديه ديال صنع البغرير. اليوم ان شاء الله جيتك بواحد الوصفه رائعه غادي تنسيك في جميع الطرق وغير ب2 دراهم ونص. غادي نحضروا الطبيصيل ديال البغرير كيجي بحال الشهده، رائع واقتصادي وناجح مليون في المية. فقط غتبعي معايا الطريقه ديال التحضير. فقبل ما نبدا معكم الفيديو نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ويلقاكم هذا الفيديو يا ربي في صحه وسلام وهناء ومبروك عواشركم. وتحت طلبكم بغيتوا البغرير او الوصفه ديال البغرير بدون اضافات، غادي نشرح لكم الطريقه كيفاش ينجح معاك البغرير 100% ويجيك مثقب وبحال الشهده، رائع اقتصادي ب2 دراهم ونص فقط. 2 دراهم ونص ما غادي نزيد عليكم حتى شي حاجه، وغادي نعطيكم حتى الوصفه بالتدقيق. وغادي ما غاديش نوقف الفيديو، نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ونبداو على بركه الله. في واحد الخلاط كهربائي اولا واحد المونينكس غادي ناخدو 4 ديال الكيسان ديال الماء يكون دافي. اول سر لنجاح البغرير خاص الماء ما يكونش طايب، لانك الا درتي الماء طايب فغادي يطيب لك السميده او الفينو ديالك ولا الدقيق، وغادي يجي حالته غادي يجي بحال البلاستيك. لذلك خاص الماء يكون دافي، يعني ديروا فيه الاصبع ديالكم ما يحرقكمش الماء ويكون الماء دافي عادي. كيف ما كتشوفوا هنا درت 4 ديال الكؤوس يكونوا عامرين، راه عبرتهم قدامكم باش تعرفوا بلي راه ما ضفت حتى شي حاجه واحده اخرى. غادي نديروا 2 كيسان ديال السميده. اذا دابا غادي نبدا معكم بالحساب ديال الفلوس. 2 كيسان ديال السميده راه هي 2 دراهم. بالنسبه لهذا عفوا ماشي السميده، هذا الفينو اللي هي ديك السميده الرقيقه اولا دقيق القمح، راه كيكون رقيق شويه على السميده ديال الحرشه. كنفضل الفينو لانه حتى هو كيجي رائع وخفيف اكثر من السميده. انا كنوريه لكم هنا يعني باليد ديالي باش تشوفوا كيفاش داير القوام ديالو. غادي ندير 2 ديال الكؤوس اللي هي 2 دراهم ديال السميده. بالنسبه للعبار ديال الكاس ماشي بالضروره يكون عندك هذا الكاس، المهم العبار باش عبرتي الماء هو باش غتعبري السميده. درت 4 الكيسان، درت نصو ديال الدقيق. 4 الكيسان ديال الماء، 2 كيسان ديال الدقيق ديال الدقيق الفينو عفوا. وغندير معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه اللي هي خميره ديال العجينه. غنديروا الملحه لتصحيح الذوق، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ممسوحه. تقدروا ديروا السكر كما انكم تقدروا ديروا العسل. ومن هنايا غادي نخلط المكونات ديالي مزيان. خاصكم تطحنوهم في الطحانه الكهربائيه اولا تخلطوهم بالفويل، لكن كنفضل خاصكم تستعملوا عفوا المونينكس هكا باش كيتخلط مزيان. وضروري ومؤكد تخلطوا مزيان البغرير. قد ما خلطتي قد ما كينجح معك مليون في المية. وهنايا ضروري غادي نوريكم كيفاش غادي تبقاو طحنوا. غادي تطحنوا مثلا واحد 10 ديال الثواني وتحبسوا تطحنوا عاوتاني وتطحنوا. خاصو يتطحن مزيان باش داك الفينو كينسجم مع داك الخميره باش كتعطي داك التفاعل ديالها. فهنا غادي نوريكم. وبالنسبه للدقائق بالضبط فكلها والمونينكس اللي عندها، يعني ما يمكنش نعطي القياس بالضبط، على حسب السرعه ديال المونينكس ديالك حتى كتحصلي على هاد النتيجه. شوف هاد الفقاعات بالضبط هما اللي خصهم يطلعوا في السطح ديال الكأس ديالكم. صافي من بعد ملي كنوصل لهاد النتيجه غادي ناخذ نفس الكاس باش عبرت، يعني ما كيهمش نوعيه الكاس، نفس الكاس باش عبرت. غادي ندير كاس ديال الدقيق، كاس ديال الدقيق غربلته وغادي نضيفو على هاد الخليط من بعد ما تخلط مزيان. وغادي نديرو خميره ديال الحلوى من وزن 8 غرام، تقدروا ديروا 7 غرام ماشي مشكل. المهم غادي نديرو خماره ديال الحلوى. وغادي نرد يعني المونينكس ديالي تعاود تطحن عاوتاني من جديد. غادي نبداو عاوتاني نخليوها تطحن، يعني ضروري خصو يتميكسا مزيان، لانه السر ديال البغرير اللي هما الاسرار اللي عطيتكم قبل يعني ديال العبار. وتاني سر هو ديال التخلاط، خاص البغرير يتخلط مزيان. خلطوا وحبسوا عاوتاني خلطوا وحبسوا، غادي ينجح معاك من اول تجربه. فقط طبقي جميع الاسرار اللي عطيتك. شوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي على هذا الشكل هذا، راه ما كيكون لا خفيف لا ثقيل. اذا طبقوا العبار اللي عطيتكم. 4 الكيسان ديال الماء، 2 كيسان ديال الفينو، 2 كيسان ديال الماء، كاس ديال الفينو، ونص كاس ديال الدقيق. فهمتوا دابا القاعده بحالاش؟ صافي هنايا غادي من بعد ما تطحن ليا مزيان غادي ناخذ واحد لوبول اولا واحد الاناء
وغادي نوضع فيه هاد الخليط باش هكا نخليه يرتاح ويختمر. يعني ضروري خاصكم تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي في الكاس. وهنا غادي نوريكم يعني باش تعرفوا بالضبط. شوفوا الملعقه كيفاش كيكون فيها، يعني ما كيكونش جاري وفي نفس الوقت ما كيكونش ثقيل. شوفوا في الملعقه راه ما كيلصقش يعني بزاف، وفي نفس الوقت ما كيجيش يعني جاري بزاف. هانتوما راه داك اللون الذهبي في الملعقه ما كيبانش. اذا كنتمنى انكم تفهموا القوام. فبالنسبه للشرح علاش كنشرح بزاف، يعني كاينين بزاف ديال البنات مبتدئات واول مره غيصاوبوا البغرير، كيعجبني انني نتقاسم معكم جميع الاسرار باش ننجح معكم من اول تجربه وما تخسريش بالمقادير وتقولي ما كنعرفش. فمن التجربه ان شاء الله الوصفات ديالي كاملين راهم ناجحين وكيصدقوا معكم من اول تجربه، لانني كنعطيكم جميع الاسرار وجميع الخطوات باش ينجح معكم من الاول حتى الاخر. هنا غادي ندير واحد السلوفان اولا واحد البلاستيك وغادي نخليه يختمر تقريبا من الاحسن، يعني في هذا وقيت البرد خليوه ربع ساعه. الا كانت وقيت الصهد راه تقريبا 6 دقائق راه كيكون خمر. شوفوا راه ضاعف الحجم ديالو. صافي هنايا راه تقريبا خليته ربع ساعه. ها شوفوا راه خمار. غادي تبداو تحركوا هكا، تهزوا من التحت للفوق من التحت للفوق حتى يرجع يعني واحد شويه، يعني بحال قلتي كنخرجوا منه داك الهواء غير واحد شويه فقط. شوفوا القوام ما شاء الله كيجي رائع. يعني من هنايا راه كتعرفوا البغرير ديالكم ناجح مليون في المية. ونتمنى تتابعوا قناه وصفات مع شيماء للمزيد من الوصفات الاقتصاديه والوصفات الناجحه مليون في المية. غادي ناخذ مقيله ديالي تكون سخونه والعافيه تكون مجهده في هاد الاثناء. يعني ندير المقله تسخن مزيان ونجهد العافيه وندير البغرير ديالي ونخليه صافي. وشوفوا راه العافيه مجهده، حيت الا ما جهدتيش العافيه ما غاديش يجيك مثقب بهذا الشكل هذا. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيتثقبوا. وما وقفتش الفيديو نهائيا باش تشوفوا باللي راه ما ضفتش شي حاجه واحده اخرى. للاسف بعض القنوات ديال الطبخ اللي كنشوفهم وكنشوف الوصفات ديالهم انهم كيضيفوا بعض الحوايج وما كيشاركوهمش معكم، وهذا الشيء علاش ما كيصدقوش لكم الوصفات. فلذلك انا بكل صراحه كنضيف داك الشيء اللي كتشوفوا، ما كنضيف عليه حتى شي حاجه. يعني شي حاجه ضفتها غادي نشاركها معكم. كيعجبني انكم تجربوا الوصفات وينجحوا معكم. اما الا خبيت عليكم شي حاجه وما تنجحش معكم فشنو الاستفاده عندي؟ وانا المحتوى ديالي هو تقاسم كل ما هو اسرار ديال الطبخ. كنجيب لكم جميع الاسرار والحمد لله كيجوني كومونتيرات كيجوني رسائل ديالكم بلي الوصفات ديالي كاملين كينجحوا معكم. فالحمد لله وشكرا لكم على التعاليق ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى البارطاج ديالكم وعلى متابعتكم القناه وصفات مع شيماء. صافي هنايا راه المقله كتسخن، يعني راه ما قطعتش الفيديو باش تعرفوا باللي راه داكشي لايف بحال دايره معكم لايف. وهنا غادي ندير عاوتاني واحده اخرى باش تشوفوا. كنخليو المقله كتسخن، يعني العافيه راها مجهده، وكنكب البغرير ديالي بهذه الطريقه. كندوزوه دويزه خفيفه ونحيدو. صافي من بعد كنخليوه عاوتاني يطيب. وبغيت نعطيكم واحد القاعده واحده اخرى بالنسبه للبغرير. فخاصك تكون عندك النيه اول حاجه. نوي انه البغرير ديالك ان شاء الله غادي ينجح معاك 100% وغادي ينجح معاك. هانتوما كتشوفوا ما شاء الله. وبغيت نعطيكم عاوتاني واحد الحيله. الا كانت المقله ديالك كتلصق فخدي بطاطا قطعيها وديري داك الطريف واحد المقله هي سخونه دوزيها دغيا غير بحال هكا بحال مسحتيها ديري لها واحد المسحه ديال البطاطا وراه ما غاديش تلصق لك. وكاين اللي كيخدم حتى بالمقله الثقيله. يعني المقله الثقيله راه سبق لي شاركت معكم الوصفه ديال البغرير في المقله الثقيله في قناه ديال الفيسبوك وصفات مع شيماء. شاركت معكم المقله الثقيله مسحناها غير بالبطاطا وبعض الاسرار اللي عطيتكم في داك الفيديو. رجعوا للفيسبوك راه غتلقاو الفيديو ونجح معكم. غادي ينجح معكم البغرير بدون مقله الطفال او المقله الغير لاصقه. شوفوا معايا ما شاء الله التقيبات كيفاش كيجيو رائعين ما شاء الله. شوفوا تبعوا الوصفه كيف ما عطيتكم راه ناجحه مليون في المية. هانتوما كتشوفوا من بعد ما كيطيب البغرير
أي وحدة حيدتها من المقيدة راه كنديرها فوق واحد المنديل هكا ونخليه باش ياخد هداك الصهد ديالو يرجع عليه ويبقى رطيطب وناجح 100%. راه خاصكم تجربوا هاد الوصفة صراحةً، راه خاصكم تجربوا هاد الوصفة لأنها ناجحة 100%. تبعوا المقادير كيف ما عطيتكم، ما تزيدوا ما تنقصوا ما حتى حاجة. شوفوا راه تبارك الله راه كامل متقب. صراحة ما عرفتش شحال عطاني ولكن أنا غنحسبهم معاكم باش تعرفوا القياس بالضبط ديال جوج كيسان عامرين شحال كيعطيو. عندك هنا 2 4 6 8 10 ومازال الخير إن شاء الله. فالبغرير ناجح، هانتوما 10 دابا هادي راها 11. شوفوا تبارك الله هانتوما راه تقدري تجمعيه هاكا وتلقيه راه كيجي ناجح ما معجن ما حتى شي حاجة ومتقب. وغادي نخليه يبرد. هنا دابا راه صافي برد. دابا هادي هي 12 ياك، ودابا مازال واخا 12 يعني واقيلا خرج ليا شي 14 بغريرة. صافي من بعد ما برد راه غادي نبدا نرتبو نبدا ندهنو هكا بزويته بلديه ولا المهم الزيت كتبقاو دهنوه به. كاين اللي كيدير خليط ديال الزبده والعسل وكدهنوه به. انا كنفضل انني ندهنو هكا بزويته ونخليه حتى الطبيله وكل واحد كيزيد داكشي اللي بغا. كاين اللي كيزيد العسل، كاين اللي كيزيد زبده بلديه، شكلاط، المهم كلها وشنو كيعجبو يدهنو. كندهنو غير بالزيت باش كيبقى هكا لامع ورطيطم. راه يقدر يبقى معكم هاد البغرير هذا تقدر طيبوه مثلا اليوم وتخليوه حتى الغدا راه كيجي زوين. لكن انا كنفضل البغرير يتكال في نهارو. غير اللي بغيت نقول لكم بلي هذا البغرير راه كيصبر معاكم لانه راه تخلط مزيان وكيجي رطيطب. يعني ما تخافي عليه والو، ديريه في سلوفان، دوري عليه السلوفان مزيان وحطيه في الثلاجه ديالك. تقدري تاكلي منه اليوم ان شاء الله الفطور ديال اليوم وتحضي منه الغدا. لكن كنفضل كيف ما قلت لكم الحاجه كطيب في وقتها وكتكل في وقتها، كتجي زوينه وكتجي يعني طريه. واللي خدامه عاوتاني ولا ما كيتوفروش ليها يعني الظروف فماشي مشكل اننا نحتفظوا به هكا واحد النهير، راه ماشي مشكل. ومنها نرتاحوا ونساليو العباده يا ربي. فالله يتقبل منا الصيام والقيام، والله يدخل علينا هذا الشهر بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو يا ربي. ومازال ان شاء الله غادي نتقاسم معكم مجموعه من وصفات البغرير فقط. كان الطلب ديالكم باش نشارك معكم البغرير الناجح اللي معروفه به وصفات مع شيماء، فانا تقاسمت معكم جميع الاسرار ديالو. طبقوا الوصفه كما هي فان شاء الله غادي ينجح معكم. وبالنسبة للقناة الانستغرام كنحط فيه ستوريات، كنحط فيه الجديد. اليوتيوب حتى هو كتلقاو فيه ديما الفيديوهات جداد ديال نهارو. والوصفات ديال رمضان حتى هما غتبقاو تلقاوهم كل نهار بوصفة، من مملحات، من تحليات، من عصائر. كنشارك معكم كلشي كنشاركو معكم. وحتى في الفيسبوك كنحط لكم الفيديوهات باش كلشي يستافد. وفين ما دخلتو تلقاو شيماء في قناة وصفات مع شيماء كتلقاو الفيديوهات ديالي. والحمد لله كيجيوني لي كومونتير وكيجيوني الرسائل ديالكم والتشجيعات ديالكم. فكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم. البغرير ديالي ها هو طاب كنستوه فواحد الطبيزيل وما بقى ليا الا نقدمو مع العائله. ونتمنى حتى نتوما ما تنساونيش من الجيم والبارطاج وتشاركوني الاراء ديالكم في الكومونتير. شكرا على المتابعه، مع السلامه. تلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. خليو لي في الكومونتير شنو هي الوصفه اللي تبغيو في الفيديو الجاي ان شاء الله.